السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة. أفادت تقارير صحفية مختلفة أن برشلونة عرض على تشيلسي صفقة تبادلية مغرية لضم ويليان بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير. ويعتبر النجم البرازيلي هدفا للنادي الكتالوني منذ مدة طويلة، وهم مستعدون لتقديم نجمه الجديد مالكوم بالإضافة إلى 50 مليون جنيه استرليني. وكان مالكوم قد كلف برشلونة 38 مليون جنيه استرليني في الصيف الماضي، لكنه لم يرقى إلى مستوى التوقعات حتى الآن. ووقع النجم نادي بوردو السابق مالكوم لبرشلونة بعد أن فشلوا 3 مرات في سعيهم إلى ويليان، ومنذ انتقاله فشل اللاعب البالغ من العمر 21 عام في تحقيق التوقعات، حيث يحرص برشلونة الآن على تقليص خسائره. وعرض النادي الإسباني قد يكون مغريا هذه المرة لويليان بما أنه يبلغ من العمر 30 عام مع أقل من عام في عقده الحالي. ويواجه برشلونة منافسة من داليان من الدوري الصيني الممتاز، لكن ويليان يحرص على الانتقال إلى الحلم الكتالوني. وفي خبر آخر، أفادت سكاي سبورت إيطاليا أن يوفنتوس جدد اهتمامه بضم لاعب خط وسط ريال مدريد إسكو بعد حسم صفقة آرون رامسي، حيث يهدفون إلى استغلال وضعه المعقد مع النادي الملكي. البيانكونيري قد أبدى اهتمامه باللاعب الإسباني لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وأخبر المقربين منه بأنه ما زال على هذا الحال يوم الخميس. وساعد إسكو ريال مدريد على الفوز بثلاثة بطولة دوري أبطال أوروبا متتالية تحت قيادة زين الدين زيدان، لكنه بدأ 5 مرات فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم، وكان مجرد بديل ضد ليغانيس يوم الأربعاء. إنه وضع معقد بالنسبة له، واعترف راموس بعد فوز بلوس بلانكوس 3-0 في كأس الملك: الكل يريد اللعب، يتم اتخاذات القرارات من قبل المدرب، هناك دائما حديث عن رقم 9 حارس المرمى، لكن هذا هو ريال مدريد، علينا إطعام الصحافة، وهذا ما نفعله حتى لا تشعر بالملل من الصحفيين. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا، شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.